العم حميدي قبل حوالي 49 سنة أو 50 سنة كان عنده محجر كسارة في منطقة نائية في صحراء الأردن، وهذه الكسارة والمحجر يشتغل معه فيها 17 رجل، يعني هو 18 معهم. المنطقة اللي هم فيها بحكم أنها منطقة كسارات ومحاجر لصناعة واستخراج الحجر الأردني المعروف، المنطقة هذه ما عاد يسكن فيها أحد من البادية. تعرفون الكسارات هذه تثير الأتربة وتثير الغبار وفيها إزعاج وفيها قلة مراعي، وبالتالي الناس ما عاد سكنوا فيها من البادية. فيه ناس قليلين باقين في خيامهم، من ضمنهم امرأة عجوز ومعها رجل عجوز كبير في السن. هذا الرجل العجوز وهذه المرأة العجوز ناس على باب الله، فقراء عايشين على الصدقات اللي يتصدقون عليهم فيها الناس اللي يشتغلون في المحاجر هذه والكسارات، والمعروف لا يعدم بين المسلمين. خلاصة الكلام، الجماعة شغالين في محاجرهم ويتصدقون على هالفقراء. في يوم من الأيام جتهم العجوز، المرأة العجوز من الخيمة البعيدة اللي هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة الخير، افزعوا لنا الله يخليكم، عندي الشايب تعبان وخايفة عليه، تعالوا بالله عليكم تاخذونه تودونه دكتور، انتم معكم السيارة الكبيرة هذه، اللوري الكبير هذه الشاحنة، تعالوا شوفوه. الجماعة بكل نخوة وبكل رجولة جو يشوفون هذا الشايب. دخلوا عليه في الخيمة وإذا الرجل فعلا تعبان. سلموا عليه وقالوا له احنا جايين ناخذك للدكتور، يلا قم معنا. فقال لهم هذا الرجل يا جماعة الخير الوين تاخذوني؟ أنا رجال كبير في السن وما بيني وما بين الموت إلا وقت محدود. إيش بيسوي لي الدكتور إذا كان الله سبحانه وتعالى مقدر علي الموت؟ إذا الله سبحانه وتعالى أراد لي الحياة بعيش، وإذا الله أراد لي الموت بموت، فلا تتعبون أنفسكم الله يخليكم. الجماعة ما قدروا يقولون شيء، والعلاج ما هو غصب يا جماعة ولا هو واجب، هو مستحب، يعني من المباحات. فالجماعة رجعوا. جتهم المرأة على المغرب كذا وقالت لهم يا جماعة الخير الرجال تعبان مرة، الله يخليكم أنا خايفة إنه يموت. جو الجماعة المغرب للخيمة ولقوا الرجال سبحان الله يعني مغمى عليه. جلسوا عنده شوية، استفاق الرجل وكأنه ما في شيء سبحان الله. جلسوا عنده يتعللون عنده وكان الوقت برد. فالرجال قال لهم يا جماعة أنا ما عندي أغطية ولا عندي لحف حتى أعطيكم تتغطون عن البرد، فأنا طيب الحمد لله، روحوا والله يستر عليكم، روحوا عشان تتدفون. شوفوا هذا الرجل الصالح. ثم راحوا الجماعة. الفجر جتهم المرأة العجوز وقالت لهم يا جماعة الخير الرجال توفى، يطلبكم الحل، بالله يا جماعة ساعدوني على تجهيزه ودفنه، أنا مرة ضعيفة، وخذوا هالفلوس هذه اشتروا له كفن. فقالوا لها لا خلي الفلوس عندك، احنا بنشتري له كفن وإن شاء الله الأمور طيبة. وفعلا راحوا قسم منهم واشتروا كفن ورجعوا، والجماعة الباقين راحوا عند هذا الرجل الميت، جلسوا عنده. الجماعة ما يعرفون يغسلون الميت، ناس يعني غافلين في كثير من أمورهم، اللي ما يصلي والمدخن واللي عنده موبقات ومعاصي كثيرة
الله يتوب علينا وعلى المسلمين. كلفوا مجموعة منهم، قالوا لهم روحوا على مسافة 500 متر من الخيمة فيه مكان مقبرة صغيرة، قال روحوا هناك واحفروا قبر وحطوا له لحد، اللحد تعرفون الشق المايل في القبر، وجهزوا البحص وجهزوا البلوك اللي نحط له على اللحد. فعلا راح مجموعة يفعلون هالشيء. البقية جالسين عند الرجل ما يدرون شو يسوون، أصبح عليهم الصباح ما يدرون شو يسوون، ما يعرفون يغسلونه. وبينما هم جالسين إذ برجلين جايين من جهة الجبل، المنطقة محاطة بجبال، فيه رجالين جايين يمشون من عند الجبل، وفعلا جو ودخلوا سلموا عليهم ثم ضيفوهم وجلسوهم. العم حميدي يقول قمت أصب لهم القهوة، قالوا بس ما نشرب قهوة. قمت أعمل لهم شاي، قالوا لا بس ما نبغى شاي. الميت